بخصوص أفضل لاعب في العالم. صوت اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2020، التي تقدمها الفيفا باعتباره قائد المنتخب الجزائري. واختار رياض محرز اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الأول، يتبعه السنغالي ساديو ماني، وزميله في مانشستر سيتي كيفن دي بروين اللاعب البلجيكي. وتجاهل رياض محرز كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم لهذه السنة. بخصوص أفضل مدرب في عام 2020، اختار رياض محرز كل من بيلسا الألماني كلوب والفرنسي زين الدين زيدان. وفي سياق آخر، اختير محرز ضمن التشكيلة المثالية الأفضل للاعبين الأفارقة لعام 2020. اختير النجم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن تشكيلة أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية لعام 2020. وكشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في كرة القدم قائمة أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية لعام 2020، والتي ضمت اسم رياض محرز. وتواجد قائد الخضر في هذه القائمة إلى جانب مع الأسماء الإفريقية على غرار المصري محمد صلاح، والمغربي حكيم زياش، والسنغالي ساديو ماني، واليابوني أوبياميونغ، والعديد من الأسماء الأخرى. ويأتي اختيار رياض محرز ضمن هذه التشكيلة نظير ما قدمه رفقة الخضر لكأس العالم لسنة 2019، بالإضافة لمردوده رفقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.